هند وإلهام صديقتان تزاعلوا لأنه كانت هند تقوم بوساطة بين إلهام وزوجها لما بيتخانقوا، بيقوم الزوج بيوقع بغرام هند، ثم هند تبادل نفس المشاعر، تكتشف هالشيء إلهام، بيختلفوا، بتطلق إلهام، بيطلقها، بيتزوج هند. بعد 8 أشهر من الزواج بيرجع هند بتكتشف انه زوجها عنده 6 أخرى، بيرجع كمان تختلف معاه وبيطلقها، واثنين اليوم مطلقات اجوا لهون على استوديو بدهم يرجعوا يستعيدوا الصداقة كما كانت، او بالاحرى هند حابة انه ترجع الصداقة بينها وبين إلهام كما كانت، لانه صداقة قديمة، عشرة عمر بين الاثنين. هلا إلهام موجودة بالخارج، ما بعرف شو بيكون شعور إلهام، شو بيكون رد فعل إلهام، راح نشوفه. بدنا نستقبل إلهام، تفضلي. اهلا إلهام، اهلا وسهلا إلهام، تفضلي عيوني. اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف كانت رحلتك من المغرب؟ كثير حلوة وأنا فرحانة بزاف لإني شفتك. تسلمي، كلك ذوق، لأني بحبك قوي. الله يخليكي، شكرا، أنا بحبكم. وكل شعب المغرب حبايبي شعب المغرب حبايبي. في ناس ظلمونا بس ما كان أبدا، نحن ما عشني ظلمك. شكرا حبيبتي. إلهام، طمنيني عن حياتك، عن أمورك. وين عايشة أنت؟ بالدار البيضاء؟ كازابلانكا. وما عندكش أولاد؟ عندي ولد واحد. ولد؟ قديش عمره؟ 7 أشهر. ما شاء الله، يلا بيبي. الله يوفق. أنا عرفت إنك طلقتي. طلقتي لك فترة. تقريبا شي كم؟ شي سنة تقريبا. سنة. تتساءل يمكن انه ليش جيتي على البرنامج، بس انا تفاجأت يعني لما اجتني الدعوة. نعم، انت تبع حضرتك طول عمرك. فرحت وكمان تفاجأت. شكرا وبشكرك على ثقتك ومحبتك. ما تتصوري قديش انا عن جد يعني منفعل بهالعاطفة. بس مش انا صاحب الدعوة الحقيقي، انا وسيط. هذا البرنامج هيك شكله. أنا جاي عشان حضرتك. الله يخليك، شرفتيني. بقى في حدا هو طلب إنه ندعوكي، دعوناكي، بتحبي تعرفي مين؟ أوكي. تفضلي، طلعي بالشاشة، خليك أنت جالسة، أنت وقاعدة، تفضلي يا عيني. لا مش معقول يعني. إلهام تفضلي خليكي مستريحة، بدي أحكي أنا وياكي، تفضلي. لا مش معقول يعني. بعرف. مستحيل إني بعرف. تفضلي أتقبلها. مستحيل أشوفها. مستحيل. بعرف، نحن عرفنا كل الحكاية، أنا عارف كل الحكاية. دمرت حياتي. وأنا طولي بالك، أنت عارفة شو صار معها؟ زي اللي صار معاكي. ازاي؟ خليني اقول لك ليه. ازاي يا استاذ يعني؟ خليني اخبرك. هيدي دقت نفس الكأس اللي ذقتيه انت، ونفس المصيبة اللي وقعتي فيها انت وقعت هي فيها، وكأنه الله جازاها، وهي جاي ونادمة. مستحيل. خليني اقرا لك الكتاب المكتوب اللي بعثت لك اياه. بعرف انه صعب كثير يعني. وبعرف انه كنتوا اصدقاء كثير. تكون معك بنفس البيت. نعم. وصديقتي وعشرة عمري، وتاخذ مني زوجي وتدمر حياتي. مستحيل يعني خائنة يعني. مستحيل. صحيح، في خيانة. برافو عليكي. مستحيل، خائنة وتعبانة يعني. تعبانة. أنا بعتبرها تعبانة يعني. ثعبان. لأنه ثعبان يعني. نعم. لأنه يتمت ابني يعني وأبوه بالحياة. يتمت ابني وأبوه بالحياة يعني. مستحيل يعني. أنا ما بدي تنخضي ولا بدي تنزعجي. أوكي. حقك تعبري عن مشاعرك وتفشي خلقك، بس وأنت ضيفتي وأنت مكرمة معززة. بس خليني أقرأ لك الكتاب اللي بعثت لك. بتقول لك: صديقتي وأختي إلهام، لا أجد كلاما أعبر به عن أسفي
لما فعلته بك، لكن ربما كان علي أن أشرب من نفس الكأس الذي شربت منه حتى أفيق وأعرف قسوة ما فعلته بك. لن أحاول أن أجد مبررات لما فعلت، فكل المبررات ليس لها معنى أمام حقيقة أني خذلتك وساعدت في خراب بيتك. ربما كان من العدل أن أمر بكل ما مررت أنت به، وجعلني هذا العقاب القاسي أندم على التفريط فيك لأجل خاطر خائن لم يصن عشرتك. أنا أخطأت ونلت جزاء على عقابي بما حدث لي، لكن العقاب الأكبر كان في خسارتي لك. كل ما أريده منك حاليا يا إلهام هو أن تقبلي اعتذاري ونعود أصدقاء. سامحيني، والمسامح كريم. هالبرنامج اسمه المسامح كريم. أنا مش قصدي إنه أزعج الناس، يعني لما بيجوا على استوديو مش قصدي إنه ينفعلوا وينزعجوا وإنه خدهم ويتأثروا، بس الطرف الآخر اللي بيكون داعي بيكون صادق بدعوته، يعني جاي ونادم وحابب إنه يصلح الخطأ اللي حصل. هيدي الست هند اللي بتقولي أنت ثعبانة وخانتك، معك حق تقولي هالكلام. ندمت واجت على الاستوديو. بعد ايش ندمت؟ بعد خراب بيتي، دمرت حياتي. طيب ليكي طبعا في دمرت خيانة، حياتي. في خيانة وفي أذى. تزوجته، وكانت لو ما تزوجت زوجي كانت انتحرت، يعني كانت عم تهدد اهلها بالانتحار. أوف. شوفوا يا جماعه، يعني طيب القصه لوين يعني. بتعرفي إلهام، معلش أنت ست عقلك كبير، خلينا نسمع ليش اجت لهون. يعني بعد كل شيء عملته وكل هالأذى اللي تسببت لك فيه، لماذا أتت إلى هنا؟ تفضلي يا هند، نحن سامعينك، علي الله صوتك ونعم الوكيل. قولي لنا ليش جيتي، قولي لنا لإلهام. أنا جيت نطلب من صاحبتي السماحة. أنا عارفة راسي غلطت بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل. عافاك، سمحي لي بزاف. أنا ماشي خسرت غير راسي، خسرت كحشانتي بزاف. سمحي لي عافاك، أنا عارفة راسي غلطت. أصلا كنا ما خديتوش لك أنا، كانت أكيد غتاخدو لك مرة أخرى، حيت أصلا هو عز عليه العيالات، عز عليه نسوان من غيرك ومن غيري أنا. جوج بيا أنا نقدتك منه، كان غيشردك بيا ولا ماشي بلا بيا. أكيد كانت غتجي مرة أخرى تاخدو مني. لكن أنا ما بقاش فيا هواية، بقات فيا هي. نعم. هي أكثر منه هو. نعم. من أنا العشرة خسرت ما بيسمون إلا على ابن الحرام، فهي اللي بقات فيا بزاف وقطعت في الداخل ديالي. نعم نعم. يعني أنا ليكي طيب. مبلومك إلهام، خذي راحتك، انتبهي. يعني أنت مش مفروض إنك تعملي شيء غير أخلاقك وغير عواطفك. أنا جيت أطلب منك السماحة، على الأقل غير ضميري يرتاح. اسمحي لي يا إلهام، أنت أحد صديقة عندي وخسرتك، غير سمحي لي غير باش ضميري يرتاح. عافاك أستاذ جورج، وحياة قلبي ولدك. الطيب وحياة ولدك خلاني عندي. أفوتها عندي للبيت. نعم. قلبي الطيب خلاني ما عملت لا شيء واضح إنه بحياتي. قلبك طيب، أنت واضح يعني يعني قلبي باين بوجهك. ليكي قلبي هلا واللي ضمني. زوجك بيتواصل معك شيء ولا لا؟ لا خلاص، وابنه عندي وقاعدة معاه، ما بيعرف لا ما بيشوف ابنه مصروف ولا شيء. قاعدة أبدا. أنا مع أهلي، انت مع اهلك بس هو ما بيشوف ابنه ما كمان. بيشوف ابنه ولا بيسأل عليه ولا شيء. ان شاء الله بعد هالحلقه يرجع يحن كمان يشوف ابنه. إن شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. طيب شو بدك تقولي لها لهند؟ عافاك كيف يا إلهام. يعني كيفاش غنقدر يعني 100% ما غاديش نسامحها ايه يعني 100% مش قادره تسامحها. 100% ما غاديش نسامحها، ولكن الله بيسامح. نعم شلون العبد نعم ما نعم. يسامح؟ نعم فأنا سامحتها نعم وخلاص، والمسامح كريم. نعم بس نعم. بتصافحيها. نعم. بس ما تخنقيها، كلها بدك تخنقيها من هنا. هيك سامح.
حبيبتي. القلب الطيب قلبك طيب. على طول بيسامح. الحمد لله. قلبك طيب. تفضلي هند. خليكي.